أعوانه. اليوم الحقيقة يسعدني أن يكون بجانبي محلل قناة أبو ظبي الرياضية الكابتن ياسر سالم. كابتن ياسر، مباراة الحقيقة لإحياء ذكرى الفقيد ذياب أعوانه، حدثنا عن أهمية المباراة كابتن ذياب في هذا الوقت. أشكرك أول شيء جواهر، والله هي يعني بادرة طيبة من إخواننا الكويتيين، تجمع الجيل الماضي وبعض اللاعبين من الجيل الحالي، الإعلاميين، المعلقين، فهذا شيء طيب حتى الأجيال اللي ما قدرت واستطاعت أنها تعرف مثلا فهد خميس، يوسف الثنيان، سعيد العويران. الحين اللعيبة هاي قدامهم صح أنهم يعني كبار في السن، لكن بيشوفونهم بيتعرفون عليهم اللمسات، لأن هاي الناس يعني مواهب، فاللمسات بتكون موجودة. تجمع رائع، توطيد العلاقات، عدنان الطلياني، بتشوف علاقات يعني الحمد لله. هذا الشيء يعني اللي فينا احنا كخليجيين، الترابط بيننا وبين اخواننا الخليجيين الحمد لله في كل شيء. السلام الوطني طبعا. إذن المباراة ستبدأ بعد قليل، ونجوم الفريقين، نجوم السالمية الذي يستضيف هذا اللقاء هنا في ملعب في استاد ثامر بالسالمية يستقبل نجوم الخليج. لكن مشاهد أبو ظبي الرياضية في كل مكان، الفريقين مطعمان بأسماء كبيرة جدا. لاحظ خالد إسماعيل وابتسامة مع ناصر خميس. هنا الأشقاء الخليجيين يجتمعون، وكما استمعنا الحقيقة من خلال مراسلي قنوات أبو ظبي الرياضية هنا في ملعب المباراة قبل هذه المباراة عن طابع حلو، طابع خليجي جميل. الكل يتحدث عن لقاءات كانوا ينتظرونها سابقا، لكن أتت المناسبة اليوم، وإن كانت المناسبة حزينة كنا نتمنى أن تكون مناسبة مفرحة يلتقون من خلالها الأشقاء عدنان الطلياني النجم الإماراتي الكبير جدا والمعروف في الساحة الإماراتية، يوسف الثنيان، فهد خميس. التقاط الحقيقة صور تذكارية هنا في الكويت. الكويت تجمع الخليجيين اليوم، تجمع الكبار، تجمع الصغار، تجمع أجيال سابقة وتجمع أجيال حالية من أجل هذا الرجل ذياب أعوانه. كابتن ياسر، اليوم لما يجتمع الكبير من جانب اللعيبة أصحاب الخبرة باللاعبين الشباب، فائدة مثل هذه الأمور بالنسبة للجيل الحالي للكرة الإماراتية مثلا؟ أكيد يعني حتى أنت لو تقرأ من تصريحات كثير من اللاعبين، ومنهم سبيت خاطر قال أنا يعني سوف أشارك لأنه في نجوم كثار يعني كنت أتمنى ألعب معاهم، وهذه جت الفرصة أن أنا ألعب معاهم الحين، وحتى سأشارك بنفقتي الخاصة. فهذا شيء جيد أن اللاعبين الماضين لما أنت لاعب كبير تضع لك اسم وتعمل وتبذل مجهود وتاخذ بطولات، أكيد الناس مش رايحة تنساك. فهذه يعني درس وعبر للجيل الحالي في كل دول مجلس التعاون، أنها يعني تستفيد من الأجيال السابقة، أنها تعمل، أنها تجتهد، أنها يعني ما تبخل بأي قطرة عرق